خلصت شغلك وكان يوم طويل ومتعب، قررت تقعد تتفرج على الحلقة من المسلسل اللي انت بتحبه. بعد 10 دقايق بدأت تحس ان انت مش مركز وان انت متضايق. في صوت جواك بيقولك انت قاعد بتضيع وقتك وراك كورس محتاج تكمله، في كتاب اشتريته ولسه مفتحتوش. وسط كل التفكير ده ودماغك بتودي وتجيب، فجأة تسمع صوت حد جاي عندك الأوضة. تعمل ايه؟ تقفل المسلسل بسرعة وتفتح اي كتاب قدامك، مش علشان انت محتاج تقرا حاجة دلوقتي، بس عشان متبانش قاعد فاضي قدام حد. عارف ده اسمه ايه؟ ده اسمه ذنب الراحة او rest guilt. المشكلة ان الذنب ده مش جاي من جواك بس، جاي كمان من خوفك ان الناس تشوفك قاعد ما بتعملش حاجة مفيدة. لما بنحس بذنب الراحة، الذنب ده بيجي من فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى صوت عقلك اللي بيقولك أنا المفروض أكون بعمل حاجة مفيدة دلوقتي. الفكرة التانية والأخطر إنك بتقول لنفسك لو حد شافني قاعد كده ما بعملش حاجة مفيدة هيفتكرني كسلان أو فاشل. فبتلاقي نفسك بتمثل إنك مشغول حتى قدام نفسك، بتفتح كتاب وإنت أصلا مش قادر تركز فيه، بتمسك موبايلك عشان تشيك على حاجة مهمة رغم إنك عارف إنه أصلا مفيش حاجة مهمة. ليه بنتصرف كده؟ علشان في بيليف أو معتقد مغروس فينا من زمان، اللي مش شغال وقاعد فاضي ده شخص ملوش قيمة. وأسوأ حاجة كانت إنك تتمسك ما بتعملش حاجة مفيدة. واحدة صاحبتي كانت بتحكيلي إنها كل يوم جمعة بتقعد في البيت تستريح بعد أسبوع متعب من الشغل والضغط، وده طبيعي. في مرة مامتها دخلت عليها لقيتها قاعدة على الكنبة بتتفرج على فيلم. قالت لها انتي قاعدة كده ليه؟ قومي نضفي اوضتك ولا ساعديني في المطبخ، او على الاقل اتفرجي على حاجة تتعلمي منها. البنت يا عيني حست بكسفة وشيم رهيب رغم انها اشتغلت 60 ساعة الاسبوع ده. قامت دخلت اوضتها، قفلت الباب ومسكت التليفون وبدأت تسكرول داون على السوشيال ميديا. مش علشان هي عايزة تعمل حاجة مفيدة، علشان مخها في الوقت ده صور لها ان هي وهي بتسكرول داون ده يعتبر ان هي قاعدة بتعمل حاجة ومش قاعدة فاضية. وده بالظبط الفخ، بنهرب من الراحة الحقيقية للفيك productivity او الانتاجية المزيفة. الفكرة هنا ان احنا لما بنحس بذنب الراحة ده بندور على اي حاجة تانية نعملها علشان الذنب يروح. واسهل حاجة نمسك الموبايل، بنفتح انستجرام سكرول، نشوف ريلز، ندخل على تيك توك ساعة 2 وتعدي وانت قاعد مش حاسس. بس الحقيقة انت مش بتستريح، لان ببساطة الراحة الحقيقية بترجع لك الطاقة، لكن السكرول داون ده بيستنزفك اكتر. طيب ليه مسكتي للموبايل وانا قاعد بسكرول ما تعتبرش راحة مع اني قاعد مش بعمل حاجة؟ اولا لان دماغك شغالة وبقوة، عينيك اللي بتتحرك بسرعة، دماغك بتعالج مئات الصور والفيديوهات، عمال بتقارن نفسك بالناس، بتحس بميكسد فيلينجز او مشاعر متضاربة، حسد، اعجاب، غضب، احباط. واكيد ده مش راحة، ده استهلاك عنيف لمخك ولطاقتك. تاني نقطة وهي الوهم الخطير، بتحس انك عامل حاجة علشان انت ماسك الموبايل ومش قاعد فاضي، بس في الحقيقة انت بتهرب من نوعين من الألم. اولا ألم الراحة الحقيقية اللي بيجيب معاه احساسك بالذنب لانك قاعد فاضي ما بتعملش حاجة مفيدة. واتنين هو ألم مواجهة نفسك، الأفكار والمشاعر اللي بتيجي لما بتقعد لوحدك في هدوء. فالسكرول بيبقى هو المخدر المثالي، مش راحة مش إنتاج، هي كده منطقة رمادية في النص بتخدر الإحساسين. تالت بوينت وهي المقارنة القاتلة. كل ما بتسكرول داون بتشوف ناس شغالة، ناس منتجة، ناس بتحقق أحلامها، فبترجع تحس أنا المفروض أكون بعمل حاجة زيهم. فبالتالي الذنب بيزيد مش بيقل، وبتفضل في دايرة مفرغة، ذنب سكرول، مقارنة، ذنب أكبر، سكرول أكتر. طيب منين جت السايكل دي؟ السايكل دي actually جت من الطفولة، من وانت صغير قد كده. كل مرة كنت بتجيب درجة حلوة في الامتحان أو بتساعد في البيت كنت بتسمع برافو عليك، لكن لما كنت بتقعد تلعب أو تستريح كان يتقالك قوم ذاكر أو قوم نظف الأوضة بتاعتك أو قوم اعمل حاجة مفيدة. دماغك سجلت إن الحب والتقدير بيساوي إنتاج، وإن القعدة بتساوي قلة قيمة. من ثقافة الهسل أو الشغل المتواصل إنه لازم أصحى الساعة 5 الصبح، أشتغل 80 ساعة في الأسبوع، والنوم ده للناس الفاشلة. كل يوم بيجيلك رسائل بتقولك لو انت مش منتج باستمرار انت فاشل. جهازك العصبي او دماغك من الطبيعي ان هي بتفرز دوبامين
لما بتخلص تاسك معين. الإحساس ده بيعتبر زي الإدمان، فبالتالي لما انت بتقعد مرتاح ما بتعملش حاجة، الدوبامين بيبتدي يقل، فبتحس بقلق وبتحس بفراغ. دماغك بقت مدمنة انشغال. وهنا خد بالك انا بتكلم عن الانشغال بصورة عامة. بوزيتيف زي ان انت تعمل شغل، نيجاتيف زي ان انت ماسك الموبايل وبتسكرول داون على الفاضي. طيب ازاي نخرج من السايكل او الدوامة دي؟ اول خطوة لازم افصل بين قيمتي كإنسان وانتاجيتي. يعني اسأل نفسي لو صاحبي تعبان وقاعد بيرتاح، هل هفكر ان هو كسلان او شخص فاشل؟ لا، هتقوله انت جسمك محتاج راحة. طيب ليه ما تديش لنفسك التعاطف والحق ده؟ قيمتك كإنسان مش في الشغل اللي بتعمله، قيمتك في انك موجود. الخطوة التانية لازم اعرف الفرق بين الراحة وبين الهروب. الراحة الحقيقية بترجع لك طاقتك، بتحس بعدها ان انت افضل جسديا وذهنيا. الهروب زي السكرول داون ده بيستنزفك اكتر، بتقوم تعبان ومحبط. في تمرين بسيط قوي المرة الجاية لما تيجي تمسك التليفون علشان تسكرول داون، بس وقف 5 ثواني واسأل نفسك أنا محتاج إيه دلوقتي فعلا؟ راحة ولا محتاج حاجة تلهيني؟ لو لقيت نفسك محتاج راحة حقيقية، اقفل التليفون، اقعد في هدوء، نام ومتمشى، روح اسمع ميوزك. لو فعلا عايز تتفرج على حاجة، اختارها بوعي مش بس سكرول داون عشوائي. الخطوة الثالثة جدول الراحة زي ما بتجدول أي حاجة تانية. الناس بتحط مواعيد للشغل، مواعيد للرياضة، للاجتماعات، لكن محدش بيحط ميعاد يرتاح فيه. ابدأ اتعامل مع الراحة على ان هي مهمة ضرورية مش رفاهية. حط في الكالندر بتاعتك for example من الساعة 8 للساعة 9 أنا مرتاح، والتزم بيها كأنها موعد مهم. لما تجدولها دماغك هيبطل يحس ان انت بتسرق وقت عشان ترتاح فيه. الخطوة الرابعة ازاي تتعامل مع نظرة الناس ليك. الحقيقة ان معظم الناس مشغولة في حياتها، محدش فاضي يراقبك ويحكم عليك، واللي فعلا بيحكم عليك ده مش مقياس لقيمتك الحقيقية. اسأل نفسك لو حد حكم عليا اني كسلان علشان شافني قاعد بستريح ومش بعمل حاجة مهمة، هل رأيه ده مهم؟ هل هو عارف كل اللي انا بعمله في حياتي؟ اكيد لا. فليه تخاف من حكم مبني على جهل؟ الخطوة الخامسة لاحظ صوت الذنب لكن ما تصدقهوش. يعني المرة الجاية لما تقعد تستريح وتسمع الصوت بيقولك انت كسلان قوم اعمل حاجة مفيدة، قوله بمنتهى الهدوء ده مش صوتي الحقيقي، ده معتقد او بليف قديم. ما تحاولش تحاربه او تسكته، بس لحظه واستمر في راحتك. مع الوقت هتلاقي ان الصوت ده بدأ يضعف يضعف ويهدى. الراحة مش رفاهية، مش حاجة تستحقها لما تخلص كل حاجة في الدنيا. بالعكس، الراحة ده جزء أساسي من الحياة المنتجة. انت مش آلة، انت إنسان، وجسمك ودماغك محتاجين راحة حقيقية علشان يفضلوا يشتغلوا وبكفاءة. لو فضلت تشتغل أو تسكرول داون من غير ما توقف، هتوصل لأهدافك أسرع، بالعكس هتنهار قبل ما توصل. فالمرة الجاية لما تحس بذنب الراحة سواء من نفسك أو من نظرة الناس ليك، افتكر أنا مش بضيع وقتي، أنا بشحن نفسي علشان أرجع أقوى، وده مش كسل، ده ذكاء. لو دي أول مرة بتشوفني فهاي، أنا سلمى، كوتش بساعد الناس يفهموا نفسهم أكتر علشان يعيشوا أفضل، مش بس بدي نصايح جاهزة. لو الفيديو عجبك سبسكرايب في القناة، ولو عندك موضوع عايزني أتكلم فيه اكتب لي في الكومنتس. شكرا وأشوفك next فيديو.